عسلامة. عسلامة، مرحبا. عايشك بيك أكثر. بعد كارثة الزلزال بالمغرب والإعصار بليبيا وما خلفته من ضحايا، شنو تحب تقول لهم كمواطن تونسي؟ بكل أسى وحسرة وبكل دموع نطلب من الله أن يغيث هذا الشعب المنكوب، إخواننا في المغرب وإخواننا في ليبيا، أن هذا إن شاء الله المفقودين يكونوا شهداء عند الله، وربي يخفف عليهم هذا البلاء اللي تسلط عليهم، أنه كما تسلط عليهم احنا لهنا نتابعهم بكل أسى وحسرة ودموع تقطر. شنو تحب تقول لعائلات الضحايا؟ عائلات الضحايا نقول لهم ان ضحاياكم هم في جنة الفردوس، يعتبروا بإذن الله شهداء عند الله، وهذا قضاء وقدر، وقد فهمتني نواسيهم عن هذا المصاب ونقول لهم ان شاء الله فهمتني هاك حد المصاب موت على ليبيا، وان شاء الله المروق ربي يبعد عليها من البلاء وكهو، ان شاء الله ربي يجريها السلاح ها، ربي يحمي الدول الاخرين الكل وجميع المسلمين ان شاء الله. نقولوا للمخاربة الله يرحمنا ساعة احنا الحيين، وربي يتقبل الموتى يتقبلهم برحمته. هما نورمالمون الحوادث هذوما ما ربك بظلام العميق، قال لك هذوما الناس اللي تموت هكايا نورمالمون مرحومين، نورمالمون عند ربي ما غير شك، ما نشكوش فيه، بما عندنا حتى شك نورمالمون يكونوا مرحومين. الغارق ولا في الكارثة هذوما مرحومين، اما ربي يرحمنا احنا الحيين. وجماعة ليبيا زاد كيف اما راهو اللي صار في ليبيا مازال بس يصير ويصير في الدول هذوما. هو كيما يحب يحارب الناس اللي ما خاطر كارثة هكايا صارت، ما صارتش من عدم، لا محالة جاه اعصار. اما اللحود الزوز السدود اللي تكسروا ما هوش من الاعصار هذاك. وبعد توا قالك صدعوا وتكسروا لحود السدود وما هم مش واحد، توا باش حاسب شكون هات قد ما تحاسب ما تلقاهم كلهم يلزم الليبيه كلها تمشي بس خاطر هكاك زوز سدود هكاك يمشيو، ماهوش من عدم، ما مشاوش. وهذاك هو والله. هي في الحقيقه والواقع ليس احكم من راي شحال. قال لهم ما تخلي واحد يطل عليه كان واحد طيح من سلوم كيفي. واحنا في تونس كذلك عانينا في فيضانات، وخاصه في الجهه اللي انا فيها في جهه تجريد، في يوم ما عانينا من الفيضانات ومن الاعاصير، وخاصه حينما تضرب يعني الفيضانات الدقله غادي بالذات، فتكون ازمه مضاعفه. وعلى هذا الاساس انا نتمنى لهم ربي يصبرهم وربي يعوض عليهم، وهذه طبيعه ربي، معناتها قوه ربي اقوى من الناس الكل. شكرا. السلام عليكم. قبل كانت الامه مترابطه، يعني حاجه تصير في دمشق يتفاعل لها اللي في تونس وكذا. تو ولينا الشرذمه، كل دوله وحدها ولينا كذا. نحب نقول المصيبه هذه اللي صابت الامه، نحب نعزي اخواننا فهمني في المغرب واخواننا في ليبيا، ونحب نقول ان لله وانا اليه راجعون. ونحب نقول للامه فيقوا، نحب نقول للامه الاسلاميه فيقوا، احنا دين واحد ولغه واحده وكذا، لكننا مختلفين ونكروا بعضنا. والغربه فهمني كل واحد ولغته وكذا، لكن شو كيفاش متلاحمين. واحنا تو ولينا حتى في القضاء والقدر هذا اللي خيره وشره، في الكوارث ولينا ننبر ولينا كذا. احنا رانا دين واحد، وراو فهمني المواطن الليبي يهمني والمواطن المغربي يهمني، وراني فهمني نحزن الألم نحزن الحزن ونفرح الفرح. ان شاء الله هذاك حد الباس، وانا لله وانا اليه راجعون، ورانا امه واحده ودين واحد ولا اله الا الله محمد رسول الله. فيقوا يا شعوب العربيه ويزوا من الواحد اللي قاعدين نعملوا في هذا. ربي يرحم الشهداء ان شاء الله، شهداء عند ربي يحتسبوا شهداء عند ربي. وكل هذا الكل سقطوا في ليبيا الخلافات وتزوز دول هذوما اللي محطوطين في ليبيا هما اللي زادوا هلك الوضع. قاعدين يتعاركوا، قاعدين ما مش شايفين مصالح الشعب، مصالح العباد، البنيه التحتيه نتاعهم زيرو. شو نقول لك يا اخر بنيتي، الله غالب.
ربي يهدي الخلق وكهو، والله يرحمهم شهداء، ان شاء الله يحتسبوا شهداء عند الله وكهو. امين. عايش كمدام. عايش. كمواطن تونسي نقول الله يرحمهم. بالنسبه لاخواننا في المغرب وبالنسبه لاخواننا في ليبيا ربي يرحمهم زاد كيف في اثار، وهذه حاجه من عند ربي يعني مش نعم. الواحد ياخذ احتياطاته، كل واحد شو ربي، نحن كتواسى ربي يجيب لنا كل شيء باللطف. والله نقول لهم اتقوا الله وحبوا بعضكم المغرب العربي الكبير، فهمتني؟ ولا اله الا الله محمد رسول الله، ولو ما يدوم شيء، المهم لحمه واحده، فهمتني؟ ما دام نقولوا نتكلموا نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، كلمه تشمل الكل، فهمتي؟ ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر يا بنتي، وعلى امه محمد جمله، ان شاء الله ما يصيبنا سوء، وان شاء الله تتحسن الامور يا بابا يا بنتي، وان شاء الله تتريق الامور. امين اجمعين. فهمتي؟ ويتيح بها واحد ولد حلال ينقذها، فهمتي؟ البلاد، فهمتي؟ ان شاء الله يا ربي يحني، هذاك واحد ما يقول يا بنتي. أنا سعد الله صالح، عضو مكتب جهوي في منظمة الطلب الأسرة وكاتب عام منظمة الدفاع عن المستهلك. نحن دولة عربية تونسية وزوز دول هذا عرب يعني أخوية، وهذه حاجة قدر من ربي سبحانه وتعالى. شنو تحب تقول لعائلة الضحايا؟ الله يرحمهم والشهداء. بالنسبة لي أنا نرحم عليهم، فهمتني؟ الناس قال رحم عليهم، وهذه حاجة ربي، معناها حاجة إلهية، معناها حاجة ربي سبحانه. إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يعوض على الناس الأحياء ذاك اللي موجودين توا مساكن ما عاش عندهم حتى وين يسكنوا كذا، واللي ماتوا إن شاء الله ربي يرحمهم وربي يخفف عليهم وكذا. وهذه حاجة يعني إلهية، معناها حاجة إلهية، فهمتني؟ ما هيش معناها حاجة يعني حاجة إلهية. هذا هو معناها نطلب لهم الرحمة من عند ربي، فهمتني؟ إن شاء الله ربي يخفف عليهم وربي يرحمهم. أول شيء في علاقة بالزلزال اللي صار في المغرب أو الإعصار اللي صار في ليبيا، نحب نقول أول شيء ربي يرحم الناس اللي توفات الضحايا، وربي يشفي المجاريح ويجبر خاطرهم ويصلح وضعهم. ثانيا أنا نتصور الأشياء معناها الكوارث الطبيعية هذه إلى جانب العوامل معناها الطبيعية اللي هي موجودة هي من أسبابها، لكن البشر مساهم فيها بدرجة كبيرة. البشر من جانب، خاصة جانب التغير المناخي المتسبب فيه التلوث اللي يصير في العالم، والتجارب معناها نتاع الأسلحة الفتاكة والمصانع اللي تصنع في المواد الكيميائية وغيرها، والانبعاثات الغازية هذه تسبب في التغير المناخي وتسبب في اتساع ثقب الأوزون اللي هو نورمالمون معناها طبقة الأوزون تحمي الأرض من الكوارث هذه ومن التغيرات المناخية. ثالثا بالنسبة في علاقة خاصة بالزلزال، اتضح اللي المغرب والجزائر وتونس هما قراب برشا من خط زلزال يتمثل في طبقة هذه طبقة افريقيا، والطبقة الأوراسية اللي هي الأوروبية الموجودة على خط طول البحر المتوسط. الطبقات هذه وقت تتحرك طبعا باش تتسبب في المناطق القريبة في بزلزال أو رجات أرضية أو غيرها. في علاقة بالفيضانات في ليبيا، أنا نتصور اللي الوضع اللي عاشته ليبيا طيلة تقريبا 12 عام متسبب بدرجة كبيرة في اللي صار، لأنه معناها بنية تحتية هشة، هذه معناها انهيار السدود زوز على واد درنا اللي يشق معناها مدينة كبيرة قرابة 15 كيلومتر ويصب في البحر. انفجار السدود هذا ولد هالكارثة الكبيرة لعدم الصيانة ولعدم مسؤولية الحكومات المتعاقبة في ليبيا. الله يرحمهم الشعب الليبي، الشعب المروكي والمغربي كيف عنا أخوة، عنا علاقات باهية مع بعضنا، كل يصير لهم كما اللي يصير لنا نحن بالضبط. تأسوا ياسر على الشيء اللي صار، خاصة في ليبيا مشكلة كبيرة، مشكلة درنا دجا الفلوس نتاعها كله شيء، فهمتني؟ ان شاء الله لاباس، واحنا نعاونوهم كي يحبوا يعانوا نعاونوهم. احنا ان شاء الله ربي يخفف عليهم بيان سور. ان شاء الله ربي يخفف عليهم مكتب ان شاء الله.